5 قصدي ابتدوا يعني تعزم على طول، كلها بتدخل على القلم مره. انتوا على دماغنا وان شاء الله ربنا يكرمكم وهتنجحوا باذن الله. خلصنا امتحانات ومش مبسوطين وقاعدين قلقانين، والمفروض نرتاح ومش مرتاحين عشان كل شوية نشوف بوستات على الفيسبوك ونقلب على التيك توك، وطبعا البوستات كلها بتتكلم عن المعادلة المعادلة المعادلة. بص، ربنا بيحبك جدا 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 عشان اظهر لك في الوقت الحالي واريحك خالص من موضوع المعادلة. هنشرح لك مواد المعادلة عشان تقدر تقرر بنفسك المعادلة ديت سهلة ولا صعبة، وهتقدر عليها ولا لا. هتلاقينا معاك في كل المحافظات، ولو مش هتقدر تحضر معانا في السنتر تقدر تشترك معانا اونلاين وتحضر المحاضرات على تطبيق زوم. ميزة انك تحضر معانا في السنتر ان انت بتحضر المحاضرات وبنبقى قدامك وبتقدر تسألنا على اي سؤال وبنجاوبك عليه. مش بس كده، ان المحاضرات اللي انت بتحضرها بنشرحها لك وبنصورها لك وبتنزل لك فيديو على جروب التليجرام تقدر تتفرج عليها اكتر من مرة. وميزة انك ممكن تحضر معانا اونلاين انك بتحضر وانت موجود في بيتك مرتاح، وكمان فلوس اقل، وكمان بتقدر تتفرج على المحاضرة اكتر من مرة وبتطلع لايف معانا، وكل حاجة بتتسجل لك وبتتبعت لك وانت قاعد في مكانك. طب النهاردة بقى يا جماعة هنبدأ بايه معاكم؟ هنبدأ باصعب مادة، وفي ناس بتقول عليها ارخم مادة بالنسبة لنا. هي ايه؟ مادة الانجليزي. نشوف فيديو النهاردة يا جماعة ونركز كويس قوي، وكل الناس تجهز الورقة والقلم ونشوف محاضرة النهاردة هتبقى عاملة ازاي. يا جماعة، في حاجة مهمة لازم اقولها لكم قبل ما ندخل المحاضرة. مفيش دكتور جامعة بيدي في سنتر، مفيش دكتور جامعة بيدي في سنتر، ما تخليش حد يضحك عليك. السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب نكون تمام. طبعا كلنا خلصنا امتحانات الدبلوم ومستنيين المعادله وعمالين نسال عن المعادله. انا طالع النهارده علشان اكلمكم عن الانجليزي واطمنكم شويه من ناحيه الانجليزي. بصوا يا جماعه، منهج الانجليزي في المعادله عباره عن جزئين، الجزئين ما يقلوش اهميه عن بعض. لازم الجزئين دول علشان تبقى كويس وتعرف تقفل الامتحان. الناس بتخاف من الانجليزي ليه؟ او امتحان الانجليزي ليه بيبقى صعب بالنسبه لمعظم الطلبه؟ علشان معظم المدرسين اللي بيروحوا لهم بيعتمدوا معاهم بيشرحوا لهم نص المنهج التاني او نص منهج بس، والنص المنهج التاني بيتغافلوا عنه او مش بياخدوا بالهم منه او مش بيدوه للطلبه. طيب انت عشان تبقى تقفل ماده الانجليزي في المعادله لازم حاجتين مهمين. ايه هما الحاجتين؟ اول، منهج الانجليزي ده عباره عن جزئين. الجزء الاول جرامر، 5 قواعد، بتاخد ال5 قواعد وبتتمرن عليهم وبتتدرب عليهم كويس. 5 قواعد: بريزنت سيمبل، باست سيمبل اللي هو الماضي البسيط، كومبيراتيف اند سوبرلاتيف، كاونتابل وان كاونتابل، يعد ولا يعد، بروبوزيشنز حروف الجر. انا بكلمك عن منهج 2025، ماليش دعوه بالمناهج اللي قبل كده. المنهج اللي احنا بنعتمد عليه هو منهج اخر سنه، الا لو حصل تغيير. واطمنوا يا جماعه، لو حصل تغيير في حاجات اساسيه ما بتتغيرش خالص، والدرس الاساسي اللي ما بيتغيرش خالص ده هشرحه لكم النهارده. طب ايه بقى الجزء اللي بيوقع الطلبه او اللي المدرسين ما بتشرحوش وعشان كده الطلبه بتدخل تتفاجئ بيه في الامتحان؟ انت عندك في منهج المعادله 5 قطع. ال5 قطع دول موجودين في الكتاب. المدرسين يقولوا للطلبه لا ده نواتج تعلم، ده كلمات ترجمه انت لازم تبقى حافظها من زمان. لا، هو مديك 5 قطع. ال5 قطع انت بتدرسهم، بتحفظ المعاني اللي فيهم، وبتعرف القطعه دي بتتكلم عن ايه، زي موضوعات القراءه بالظبط. يعني مش في القراءه بيجي يسالك سؤال من جوه الموضوع، نفس الكلام بالظبط بيجي يسالك سؤال من جوه الموضوع بتاع القطعه نفسها اللي انت اصلا بتكون حفظتها واتمرنت عليها كويس وحفظت كل كلماتها. يعني انا يا مستر لازم احفظ كلمات؟ لازم تحفظ كلمات، بس مش كلمات في العموم، كلمات 5 قطع. عندك 5 قطع في المنهج، ببسطهم لك وبسهلهم لك وبخليك تحفظهم زي اسمك بالظبط. فانت بتدخل الامتحان معاك الجزئين مش جزء واحد، وطالما معاك الجزئين هتدخل تقفل الامتحان وهيبقى حاجه سهله جدا بالنسبه لك. طب احنا يا مستر برضو عايزين نتعرف على منهج المعادله.
انا النهارده ان شاء الله هبدا معاكم باول درس واهم درس واللي مستحيل يتغير واللي بتلاقي منه اسئله كتير في الامتحان، وهو زمن البريزنت سيمبل. فانت تعمل ايه دلوقتي بقى؟ لازم تجهز الورقه والقلم بتوعك وكوبايه القهوه اللذيذه، ويلا بينا نشوف هنقول ايه. تعالوا بقى مع بعض نشوف بريزنت سيمبل. بريزنت سيمبل ده اللي هو زمن المضارع البسيط. بصوا، المشكله في الامتحان ان الطالب بيتعامل مع الانجليزي ان هو عايز يحل على طول، وده غلط. علشان تقدر تحل بسهوله في الانجليزي لازم تحول الانجليزي ده للرياضه. يعني ايه رياضه؟ يعني انا في الرياضه ما بطلعش الناتج على طول، بمشي في خطوات. لو انت خدت الانجليزي بالنسبه لك انه خطوات هيبقى الموضوع سهل جدا وبسيط. اتعود ان اي حاجه تيجي تحلها في الامتحان، امتحان المعادله بالذات في الانجليزي، خدها خطوات. لو خدتها خطوات بتسهل الحل على نفسك والحل هيبقى بسيط جدا. بمعنى هل هو في الامتحان هيجي يقول لك السؤال الاول والعاشر دول بيتكلموا عن زمن المضارع البسيط؟ لا طبعا. يبقى 50% من حلك انك تستكشف او تستنتج السؤال ده جاي من انهي درس. لو انت قدرت تعمل كده اعرف ان ده 50% من الحل. يبقى اول حاجه هعملها في الامتحان بتاع المعادله او في اي سؤال قدامي في منهج الانجليزي، لازم اول حاجه اعملها اسمها احدد او اميز. يعني ايه احدد او اميز؟ يعني احدد السؤال اللي عندي ده من انهي درس، عشان كل درس له اجاباته. بكده يبقى انت بسطت على نفسك ازاي تحل. انا عرفت ان السؤال اللي قدامي ده مضارع بسيط، ده 50% من الحل. عرفت ان السؤال اللي قدامي ده ماضي بسيط، ده 50% من الحل. طيب قبل ما ادخل في زمن المضارع البسيط او زمن البريزنت سيمبل، انا اعرف منين اصلا ان السؤال اللي قدامي ده مضارع بسيط؟ ودي اول خطوه لازم تسال نفسك عليها. لازم تعرف الاول ان السؤال ده في زمن المضارع البسيط. محدش يقول لي من الكلمات الداله. المضارع البسيط له حاجات كتير جدا غير الكلمات الداله، مش شرط يكون موجود كلمه داله في السؤال. طيب ازاي؟ اول حاجه اوعى ننسى الكلمه دي. الكلمه دي تفضل في دماغك دايما، اميز او احدد. بمعنى ان انا اعرف السؤال اللي عندي بيتكلم عن انهي درس. طب ازاي احدد في الامتحان ان السؤال اللي قدامي ده بيتكلم عن زمن البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط؟ اول حاجه يا جماعه، المضارع البسيط بيعبر عن حاجه اسمها عاده او حدث متكرر. يعني ايه يا مستر عاده او حدث متكرر؟ بعد اذنك يا مستر كل حاجه تشرحها لنا قول لنا معناها ايه. يعني الحاجه اللي انا متعود عليها. ايه الحاجه اللي انا متعود عليها؟ انا بروح المدرسه بالباص، احمد بيروح المدرسه بالتاكسي، لكن علي بيروح المدرسه بالعربيه. انا بشرب مع الفطار قهوه، هو بيشرب مع الفطار شاي. كل دي ما فيهاش كلمات داله، بس دي اسمها عادات او احداث متكرره. زي ايه؟ زي لما اقول لك كده، بصوا على المثال ده. لما اقول لك كده he goes to the school by bus. he goes to the school by bus. الجمله دي معناها ان هو بيروح المدرسه بالباص. بيروح المدرسه بالباص تبقى دي عاده، والعاده لازم تكون في زمن المضارع البسيط. خلي بالك احنا لسه ما دخلناش في الدرس، انا لسه بعلمك ازاي تحدد ان السؤال ده بيتكلم عن المضارع البسيط. هديكم مثال تاني، زي لما يقول لك كده بالظبط she drinks يعني بتشرب tea شاي at breakfast، يعني هي بتشرب شاي مع الفطار. معنى ان هي بتشرب شاي مع الفطار ان دي بالنسبه لها عاده. يبقى اول حاجه تعرفني ان السؤال اللي قدامي في زمن البريزنت سيمبل في الامتحان ان هو يكون بيتكلم عن عاده. طب يعني ايه عاده؟ يعني الحاجات اللي بتتكرر معاك. طب دي اول نقطه تميز منها ان ده مضارع بسيط. تاني نقطه عندي رقم 2، انا عندي حاجه اسمها جنرال فاكتس. جنرال فاكتس دي يعني الحقائق العامه. الحقائق العامه ما اقصدش بيها كلمه حقيقه اللي هي عكس كذب. امال تقصد ايه يا مستر؟ اقصد الحاجات الثابته في حياتنا اللي ما ينفعش تتغير. الحياه اللي احنا بنعيش فيها دي، الكون بتاعنا ده، في حاجات مستحيل تتغير خالص، ثوابت، اساسيات. الاساسيات دي ما ينفعش تكون في اي زمن غير زمن المضارع البسيط. مش فاهمين يا مستر؟ فهمنا اكتر. يعني لما اجي اقول لك كده في المثال sun اللي هي الشمس rises from east، الشمس بتشرق من الشرق. sun rises from east، ركز معايا في الكلام ده كويس عشان تقابله في الامتحان.
sun rises from east يعني الشمس بتشرق من الشرق. هل احنا ممكن نصحى من النوم نلاقي الشمس دي بتشرق من الشمال او من الجنوب؟ مستحيل. يبقى دي اسمها حاجه ثابته، والحاجه الثابته لازم تتعامل معاها لانها مضارع بسيط. خلي بالك احنا لسه ما دخلناش في الدرس، انا لسه بعلمك ازاي تطلع السؤال بتاع المضارع البسيط من الامتحان. مثال تاني على الحقائق دي، لما اقول لك دكتورز اللي هم الاطباء work بيعملوا in hospitals، يعني الاطباء بيشتغلوا فين؟ في hospitals اللي هي المستشفيات. هل الطبيب ده ممكن يشتغل مثلا في بنك؟ مستحيل. يبقى دي اسمها حاجه ثابته. اسمها حاجه ايه؟ ثابته. والثوابت او الاساسيات اللي هي الحاجات الثابته لازم تكون في زمن المضارع البسيط. يبقى اول حاجه تعرفني عاده، تاني حاجه الحقائق. ايه الحقائق دي؟ اللي هي الحاجات الثابته اللي ما ينفعش تتغير، دي رقم 2. طب تالت حاجه اعرف منها ان السؤال اللي عندي بيتكلم عن زمن البريزنت سيمبل، ان البريزنت سيمبل بيعبر عن حاجه اسمها المواعيد. يعني ايه المواعيد؟ يعني انا بروح المدرسه الساعه 8، او بروح النادي الساعه 9، او بروح السينما الساعه 5، دي اسمها مواعيد. طب ازاي اختصر المواعيد واسهلها على نفسي؟ اي ميعاد هتلاقي فيه كلمه من الثلاث كلمات اللي انا بقولهم لك دلوقتي. ايه هم الثلاث كلمات؟ اول حاجه AM يعني صباحا، او PM يعني مساء، او كلمه كلوك اللي هي معناها الساعه. يبقى انا لو شفت AM او PM او كلوك، AM PM كلوك، افهم ان ده ميعاد، والميعاد لازم يكون في زمن ايه؟ بريزنت سيمبل، تتعامل معاه على انه مضارع بسيط. يعني مثلا لما يقول لك كده في المثال، يقول لك she goes تذهب to the school الى المدرسه، ويكتب لك 8 AM. يبقى دي مضارع بسيط عشان عندي كلمه AM. يبقى انا بعرف المضارع البسيط اول حاجه من عاده او حدث متكرر، بعد كده من الحقائق العامه اللي هي الحاجات الثابته في حياتنا، بعد كده لو شفت ميعاد في قلب السؤال، يعني شفت AM PM كلوك، يبقى ده مضارع بسيط. ودلوقتي هقول لك تحل ازاي. طيب رابع حاجه تعرفني ان الزمن اللي عندي مضارع بسيط، ان المضارع البسيط بيعبر عن حاجه اسمها الاحاسيس او المشاعر. الاحاسيس او المشاعر دي انا بختصرها في كلمه love. بمعنى لما اقول لك كده في المثال I love my country، معناها انا بحب دولتي. كلمة love او الفيرب love يعني بيحب. بيحب دي فيها احساس، وطالما فيها احساس ما ينفعش تكون في اي زمن غير زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط بس، يعني انتوا عمركم ما تلاقوا كلمة love دي جاية مع الماضي او المستقبل، مستحيل. لازم تكون في زمن المضارع البسيط. ودول الاربع حاجات اللي بيعرفوني ان الجملة اللي قدامي مضارع بسيط. بلس اخر حاجة بقى، ودي كلكم عارفينها، رقم 5 اللي تعرفني ان الجملة اللي عندي مضارع بسيط، حاجة اسمها كي ووردز، يعني الكلمات الدالة. كل زمن من الازمنة له كلمات بتدل عليه. يعني لما اقول لك انا امبارح لعبت بلاي ستيشن، يبقى ده ماضي عشان كلمه امبارح. انا بكره هلعب بلاي ستيشن، يبقى ده مستقبل عشان كلمه بكره. نفس الكلام في الانجليزي، كل زمن له كلمات بتدل عليه، والكلمات دي لازم تبقى انت حافظها كويس. ايه الكلمات اللي بتدل على زمن المضارع البسيط بقى؟ كلمات كتير. اولهم كلمه every. every يعني كل. لما اقول لك every day كل يوم، every week كل اسبوع، every month كل شهر، every year كل سنه. بعد كده عندي كلمه اسمها usually اللي هي عاده. كلمه sometimes اللي هي معناها احيانا. كلمه always اللي هي معناها دائما. بلس طبعا انت هتحفظ الكلمات الداله. كلمات الداله لو انت شفت كلمه on حرف الجر on وجنبها اي يوم من ايام الاسبوع، يبقى كده احنا زمن مضارع بسيط. يعني لما اقول لك on Saturday on Sunday on Monday on واي يوم من ايام الاسبوع، يبقى احنا كده بنتكلم عن زمن البريزنت سيمبل. دول الخمس حاجات ودول اهم من الدرس نفسه اللي يعرفني ان الجمله اللي قدامي او السؤال اللي عندي بيتكلم عن زمن البريزنت سيمبل. حلو قوي يا مستر. طب انا دلوقتي زي ما انت قلت كده ميزت، يعني شفت الخمس حاجات اللي عندي دول اللي هو عاده او حدث متكرر، حقائق، مواعيد، احاسيس، كلمات داله. انا دايما بختصرهم كده. بختصرهم ازاي؟ اعرف منين ان السؤال اللي قدامي ده مضارع بسيط؟ المفروض تكون بتسجل ورايا عشان الكلام ده هينفعك قوي، هينفعك جدا.
انا دلوقتي اتاكدت ان الجمله اللي قدامي بتتكلم عن زمن المضارع البسيط من 5 حاجات. ايه هم ال5 حاجات واحفظهم ازاي؟ اقول كده: عاده، حقائق، مواعيد، احاسيس، كلمات داله. عاده، حقائق، مواعيد، احاسيس، كلمات داله. حلو. طب انا يا مستر دلوقتي اتاكدت ان الجمله اللي عندي دي مضارع بسيط، اتعامل ازاي بقى واحل ازاي في الامتحان؟ طالما قدرت تميز ان السؤال اللي عندك بيتكلم عن زمن البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط، فكده انت هتعرف تحل خلاص. بس قبل ما تيجي تحل لازم تسال نفسك سؤال: الاختيارات بتاعتك في زمن المضارع البسيط، ركز معايا في الجزء ده، الاختيارات بتاعتك في زمن المضارع البسيط بتعتمد على حاجه اسمها subject ده اللي هو الفاعل اللي موجود في الجمله. اللي ما يعرفش يعني ايه فاعل في الانجليزي، الفاعل ده يعني حاجه من 2، يعني يا اسم يا ضمير. يبقى الفاعل في الانجليزي عباره عن حاجه من 2، يا اسم يا ضمير. يا اسم يا ضمير. ايه هو الاسم؟ محمد، احمد، ساره، منى، تيتشر، ستودنت، دكتور، كل ده الاسم. طب ايه هو الضمير؟ الضمير اي، وي، يو، زي، هي، شي، ات. علشان اقدر احل كويس او اعرف اختار كويس لازم اقسم الحل بتاعي لحاجتين. ايه هما الحاجتين؟ الفاعل ده هو اللي بيعتمد عليه الحل، يعني الفاعل هو اللي هيخليك تحل. بس حل ازاي بقى؟ اول حاجه ممكن الفاعل ده يكون مفرد، او الفاعل ده ممكن يكون جمع. لو مفرد هتختار حاجات معينه، ولو جمع هتختار حاجات معينه. ازاي؟ ركز معايا. اول حاجه انا محتاج اعرفها ايه هو المفرد. المفرد هو هي او شي او ات او اي اسم مفرد. يبقى دي اسمها مجموعه المفرد. ركز معايا عشان تعرف تحل بسهوله. دي اسمها مجموعه ايه؟ المفرد. ليها اختيار معين. لكن مجموعه الجمع، ايه هي مجموعه الجمع؟ مجموعه الجمع اي او وي او يو او زي او اي اسم جمع او اي اسم ايه؟ جمع. الفرق ما بين الاسم المفرد والاسم الجمع ان الاسم الجمع بينتهي بحرف اس. يعني تقصد ايه يا مستر؟ يعني انا دلوقتي لما اقول لك كلمه دكتور، دكتور دي اسم مفرد. اشمعنى؟ عشان ما بتنتهيش بحرف اس. لكن لو قلت لك دكتورز، اطباء، بقت جمع. تيتشر مفرد، تيتشرز جمع. يبقى احنا كده عشان نعرف نختار عرفنا ايه هو المفرد وايه هو الجمع. كده بس انت عرفت تحل خلاص. طيب لو انا لقيت الفاعل اللي عندي هي او شي او ات او اي اسم مفرد، تدور في الاختيارات على فيرب، يعني فاعل في نهايته حرف الاس، فعل بينتهي بحرف ايه؟ الاس. زي كلمة بليز، زي كلمة فيزيتس، زي كلمة arrives. يبقى انت احفظها كده: في زمن البريزنت سيمبل لو لقيت الفاعل مفرد اختار الفاعل اللي بينتهي بحرف ايه؟ اس. يبقى مفرد اس، مفرد اس، مفرد اس، جمع مصدر. انا بقى دلوقتي لو ما لقيتش الفاعل مفرد ولقيت الفاعل جمع، اختار ايه ولا اعمل ايه؟ اختار الفيرب في المصدر، يعني الفعل في المصدر. واللي مش عارف يعني ايه الفعل في المصدر، يعني بدون اي اضافات. يبقى الفعل بدون اي اضافات. لو لقيت الفاعل جمع اختار المصدر. يعني ايه المصدر؟ يعني الفعل بدون اي اضافات. زي كلمة بلاي ما فيهاش اي اضافات في الاخر. زي كلمة فيزيت ما فيهاش اي اضافات في الاخر. يبقى مع المفرد اس، مع الجمع مصدر. يبقى انت احفظها كده: مفرد اس، جمع مصدر. مفرد اس، لكن الجمع بختار مع الفعل فين؟ في المصدر. يبقى انت اول خطوه هتعملها تاني واحده واحده. اول خطوه هعملها هحدد، يعني هعرف نوع السؤال. بعرف نوع السؤال منين؟ من ال5 حاجات اللي احنا قلنا عليهم: عاده، حقائق، مواعيد، احاسيس، كلمات داله. انا خلاص اتاكدت ان الجمله اللي عندي بتتكلم عن زمن المضارع البسيط. يبقى في الوقت اللي زي ده هسال نفسي سؤال: ايه هو الفاعل اللي في الجمله عندي؟ مفرد ولا جمع؟ ايه هو المفرد؟ هي او شي او ات او اي اسم مفرد. لو لقيته مفرد بختار الفيرب، يعني الفعل اللي بينتهي بحرف اس. اما بقى لو لقيته جمع، لو لقيته ايه؟ جمع، بختار الفعل في المصدر، يعني الفعل بدون اي اضافات. ده الجزء الاول من الدرس. طب تيجوا نشوف كده اسئله على اللي احنا خدناه ده ونشوف هنعرف نحل وهنعرف نتعامل ولا لا. ركز معايا.
دي اسئله يا جماعه من امتحانات السنين اللي قبل كده. اول حاجه محتاج اعرفها امشي تبع الخطوات اللي المستر قال لي عليها، يعني المستر قال لي على الخطوات لازم امشي وراها عشان اعرف احل. طيب ركزوا معايا. اول سؤال، السؤال قدامك اهو، ما تنساش الخطوات قبل ما تيجي تحل. لازم اميز او احدد، اميز او احدد. احنا لسه ما خلصناش الدرس، احنا هناخد بس اسئله على الجزئيه اللي احنا خدناها دلوقتي. بقول لي every year his family not to Europe for 2 weeks. سؤال مش فاهم فيه اي حاجه، لازم اميز الاول، اشوف الجمله ايه العلامه اللي فيها اللي تعرفني زمن الدرس ده ايه او الدرس ده بيتكلم عن ايه. هنلاقي ان عندنا هنا كلمه اسمها every. كلمه every دي بتتكلم عن زمن البريزنت سيمبل، لان انا حافظ ان الكلمات الداله على البريزنت سيمبل منها every usually often sometimes والكلام ده كله. طيب فبما ان انا اتاكدت ان الجمله مضارع بسيط، لازم اسال نفسي مفرد ولا جمع. هو ايه اللي مفرد ولا جمع؟ الاسم اللي في الجمله. الاسم هنا كلمه فاميلي، ولعلمكم عشان ما نتلخبطش كلمه فاميلي مفرد، جمعها فاميليز، عائله جمعها عائلات، عشان ما نتلخبطش كلمه فاميلي مفرد. تعالوا نكمل. بما ان هي مفرد، فالمفرد بختار معاه الفعل اللي بينتهي بحرف ايه؟ اس. يبقى احنا ندور من هنا على اللي بينتهي بحرف اس اهو، كلمه جوز. طب سؤال تاني. احمد يوجوالي. احمد يوجوالي من الكلمات الداله على المضارع البسيط، وبما ان انا قلت مضارع بسيط يبقى يا مفرد يا جمع، يا مفرد يا جمع. الفاعل هنا اسمه ايه؟ اللي هو الاسم او الضمير اللي موجود في السؤال. هتلاقي ان الاسم هنا اسمه احمد. ايه ده؟ احمد. فاحمد ده مفرد، وبما انه مفرد اختار مع الفعل اللي بينتهي بحرف ايه؟ اس. يبقى اختار كلمه سيتس. طيب تعالوا نكمل. تامي اند جن نقط بايلتس كلاس اون وينزدايز. حلو قوي بقى. العلامه هنا ايه؟ خليك فاكر ان انا قلت لك حرف الجر اون وبعديه اي يوم من ايام الاسبوع زي ساترداي، مانداي، وينزداي، ثيرزداي، فرايداي. اي يوم من ايام الاسبوع بعد حرف الجر اون يبقى احنا كده مضارع بسيط. كلمه اون اهي وبعدها وينزداي، يبقى احنا كده مضارع بسيط. بما اننا مضارع بسيط هنشوف الجمله اللي عندي مفرد ولا جمع. طيب تعال نشوف الفاعل. كم شخص؟ تامي، واحد اسمه تامي وواحد اسمه جن. تومي وجن، يبقى كده شخصين. بما ان هي شخصين يبقى ده جمع، وانا كنت مع الجمع بختار الفعل فين؟ في المصدر، يعني بدون اي اضافات. تعالوا ندور على الفعل في المصدر. الفعل في المصدر هنا كلمه تيك. طب ليه تيكس دي مش مصدر؟ عشان بتنتهي باس فيها اضافه. طب ليه تيكينج دي مش مصدر؟ عشان فيها اي ان جي يبقى اضافه. ليه دي مش مصدر؟ عشان في كلمه ويل يبقى فيها اضافات. طب تعالوا نشوف سؤال تاني. The managers نقط meetings usually. في كلمة usually يبقى ده مضارع بسيط. مضارع بسيط يبقى يا مفرد يا جمع. الاسم هنا managers. خليك جالك اسم في الامتحان انت مش عارف معناه. الاسم ده بينتهي بحرف ايه؟ الاس، يبقى ده جمع، ومع الجمع بختار الفعل في المصدر يعني بدون اي اضافات. يبقى ادور على الفعل في المصدر هنا اللي هو اسمه ميك. طب ليه دي مش مصدر؟ عشان في نهايتها اي ان جي اضافه، فيها ويل اضافه، فيها كل حرف الاس يبقى ده اضافه. طب السؤال اللي بعديه the train نقط at 8 PM. 8 PM دي مش انا قلت لك AM PM كلوك يبقى ده ميعاد، والميعاد لازم يكون في زمن البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. يبقى انا اتاكدت ان ده. ما تحلش على طول يا جماعه، يعني ما اشوفش ذا ترين اقوم مختار ليفز على طول، لا امشي بالخطوات الاول. 8 PM مضارع بسيط. بما انها مضارع بسيط يبقى يا مفرد يا جمع. كلمه ترين خليك ما تعرفش يعني ايه ترين، بس ترين دي ما بتنتهيش باس يبقى ترين دي مفرد. بما انها مفرد اختار معاها الفيرب اللي بينتهي بحرف اس اللي هي كلمه ليفز. اعتقد يا جماعه بالنسبه لكم دي حاجه سهله وحاجه بسيطه. اخترنا كلمه ليفز. طيب ده الجزء الاول من الدرس. تعالوا نكمل مع بعض باقي الجزء. انا دلوقتي قلت لك ركز معايا في النقطه دي كويس. لو الفاعل عندك مفرد بتختار الفعل اللي بينتهي بحرف ايه؟ اس. طب اعمل ايه يا مستر في الامتحان لو لقيت الفاعل عندي مفرد وفي نفس الوقت، يعني الفاعل مفرد وفي نفس الوقت عندي اختيارين بينتهوا بحرف اس؟ لما تلاقي كده اعرف وتاكد 100% ان فيهم اختيار صح واختيار غلط. اختيار صح واختيار غلط طالما الاثنين ينتهوا باس.
عشان تعرف انهي اس فيهم الصح لازم تعرف حاجة اسمها قواعد اضافة حرف الاس. كل الافعال في الانجليزي المنتظمة هضيف لها اس عادي خالص ما عدا حاجتين، والحاجتين دول لازم تاخد بالك منهم. ايه هما الحاجتين؟ لو الفعل اول حاجة فيهم اهو اذا انتهى، لو الفعل انتهى بحاجه من اللي انا هقول لك عليها دلوقتي دي اللي هي السي اتش او اس اتش او اكس او 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 اس او اس اس، لو الفعل كانت نهايته حاجه من الحروف اللي قدامك دي ما ينفعش تضيف اس. امال اضيف ايه يا مستر؟ اضيف اي اس. اضيف ايه؟ اي اس. ازاي؟ بص معايا على الكلمات دي، كلمه واتش، كلمة ووش، كلمة ميكس. بصوا كده، احنا اتفقنا ان مع المفرد بختار الفعل اللي بينتهي بحرف اس، بختار الفعل اللي بينتهي بحرف اس عادي خالص. طيب انا بقى لو الفعل كانت نهايته سي اتش اس اتش اكس او اس 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 لازم اضيف اي اس مش اس بس. يعني بصوا معايا كده على واتش، واتش بتنتهي بايه؟ بسي اتش، يبقى انت تضيف اي اس. بص معايا على ووش بتنتهي باس اتش، يبقى انت تضيف لها اي اس. بص معايا على ميكس بتنتهي باكس، يبقى انت تضيف لها اي اس. طب تفيدنا في ايه يا مستر؟ اقول لك تفيدنا في ايه. لما يجي لك كلمه شي، شي دي مفرد ولا جمع وبعديها نقط، ويقول لك اختار جوز ولا جوز. ركز معايا عشان التريكات دي اللي بتفرق في الامتحان، تريكات الخدع دي اللي بتفرق في الامتحان. انت هتقول كلمه شي مفرد، والمفرد بختار معاه الفعل اللي بينتهي بحرف اس. طب ده بينتهي باس وده بينتهي باس، انهي فيهم الصح وانهي فيهم الغلط؟ نرجع لاساس الفعل. اساس الفعل اسمه جو، فجو دي بينتهي بحرف ايه؟ الاو. الاو من الست حاجات اللي قلت عليهم اهي، يبقى لازم ينتهي بايه؟ باي اس. يبقى دي صح ودي غلط، يبقى لازم تكون حافظ دي. لو الفعل انتهى بسي اتش اس اتش اكس او اس 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 لازم اضيف اي اس. دي اول واحده فيهم. طب الثانيه بقى، ركز معايا كويس في الثانيه دي، الثانيه دي محتاجه حد فايق، ركز عشان والله بتيجي في الامتحان كتير. بص بقى رقم 2. رقم 2 لو الفعل انتهى يعني كانت نهايته حرف واي، بس بشرط حرف الواي يكون قبليه حرف ساكن. لو الفعل انتهى بواي وقبليه ساكن مش متحرك. طب انا ما اعرفش يا مستر ايه الحرف الساكن؟ الحرف الساكن هو اي حرف ما عدا الخمس حروف دول، A وإي وأو ويو وآي. دول كده اسمهم حروف متحركة. دي حروف متحركة. أي حرف في الدنيا غيرها، أي حرف غير دول بيبقى اسمه حرف ساكن. الحروف المتحركة الA والإي والأو واليو والآي، أي حرف تاني بيبقى اسمه حرف ساكن. طب اعمل ايه يا مستر لو الفعل انتهى بواي وقبله حرف ساكن؟ هتعمل ايه؟ هتحذف الواي وتضيف اي اي اس. احذف الواي واضيف اي اي اس. ازاي؟ بص معايا على الفعل ده، كلمة كراي او كلمة فلاي. ركز كده، كلمة كراي لما اجي اضيف لها اس، كراي دي بتنتهي بحرف ايه؟ واي، بس لازم ابص قبلها ساكن ولا متحرك. هنلاقي ان الار ده مش من الخمسه دول، يبقى حرف ساكن. طالما حرف ساكن لما اجي اضيف لها اس مع المفرد لازم احذف الواي واكتب اي اي اس، يبقى اسمها كرايس. تعال نشوف كلمه فلاي. هتلاقي عندك ان كلمه فلاي بتنتهي بواي وقبلها حرف ال حرف ساكن. حرف ايه؟ ساكن. يبقى لما اجي اضيف الاس احذف الواي واضيف اي اي اس، بقت اسمها كرايس. بقت اسمها ايه؟ كرايس. طب تعالوا بقى نطبق الكلام ده على الكلمه دي، بلاي. بلاي بتنتهي بحرف ايه؟ واي، بس تعال نبص قبلها كده. قبلها هل الاي ده حرف ساكن؟ لا، الاي ده حرف ايه؟ متحرك اهو، حرف متحرك. طالما انتهت بواي وقبلها حرف متحرك ما تطبقش القاعده دي عليها، يعني ما تحذفش الواي. امال اعمل ايه يا مستر؟ عادي خالص، هتكتب كلمه بلاي زي ما هي وتضيف لها اس. وتضيف لها ايه؟ اس. دي فايده اضافات حرف الاس. طب تعالوا اوريكم فايده اضافات حرف الاس من سؤال جه في الامتحان قبل كده. بصوا معايا كده على السؤال ده. توني usually not to call his mother in the morning. طيب مضارع بسيط
مضارع بسيط عشان كلمه يوجوالي اهي، انا اكتشفت ان هو مضارع بسيط. الفعل هنا اسمه توني، وتوني ده مفرد، وبما ان هو مفرد يبقى لازم اختار الفعل اللي بينتهي بحرف ايه؟ اس. بما انه هو مفرد لازم اختار الفعل اللي بينتهي بايه؟ باس. طيب انا هاجي ابص هلاقي عندي ترايز بتنتهي باس وترايز بتنتهي باس، يبقى 100% فيهم واحده صح وواحده غلط. التريكات دي هي اللي بتفرق في الامتحان ما بين الطالب الذكي المذاكر والطالب اللي بيذاكر من على الوش، او ما بين المدرس اللي بيشرح لك الدرس كده وخلاص وبين المدرس اللي بيشرح لك الدرس بكل تفصيله فيه عشان يبقى عامل حساب الامتحان. ركز معايا. هنا ترايز بتنتهي باس وترايز بتنتهي باس، بس احنا قلنا ايه؟ لو الفعل انتهى بواي وقبله حرف ساكن لازم احذف الواي واضيف اي اي اس، يبقى كلمه ترايز دي غلط، لكن ترايز اللي بتنتهي باي اي اس هي الصح. وده يا جماعه الجزء الثاني من الدرس. يبقى كده احنا خدنا نختار ايه وخدنا اضافات حرف الاس. تعالى بقى كمان اديك حاجه ثانيه. دلوقتي انا في الامتحان معروفه ان انا مع المفرد بختار الفعل اللي بينتهي بحرف اس، ومع الجمع بختار الفعل اللي في المصدر. تعمل ايه في الامتحان لو جالك سؤال عادي خالص الفاعل بتاعه مفرد، بس انت جيت تبص في الاسئله اللي عندك ما لقيتش فعل بينتهي بحرف اس ولا لقيت فعل في المصدر؟ افهمك حاجه. الافعال في الانجليزي حاجتين، فيرب اساسي او مين فيرب اللي هو الفعل الاساسي، وده اللي هو الافعال العاديه زي بلاي وستادي وفيزيت وارايف وجو وسليب وايت ودرينك، دي كلها اسمها افعال اساسيه. عندي بقى حاجه اسمها auxiliary verbs، يعني افعال مساعده. الافعال المساعده دي اللي هي verb to do، verb to be، verb to have، دول اسمهم افعال مساعده. لو انت ما جالكش فعل اساسي هيجي لك فعل مساعد. احنا في الاول كنا مقسمين مفرد وجمع، مقسمينها مفرد وايه وجمع. افكركم تاني، المفرد اللي هو هي او شي او ات، الجمع اي وي يو زي واي اسم جمع. مش احنا قسمينهم لمجموعتين؟ اتفقنا ان المجموعه دي بتاخد الفيرب بلس اس، لكن المجموعه دي بتاخد الفيرب في المصدر يعني الفعل بدون اي اضافات. لو انت بقى جالك حاجه من دول وما لقيتش فعل بينتهي بحرف اس هتختار حاجه من اتنين. ايه هي الحاجه من اتنين اللي هنختارها؟ يا اما هتختار كلمه does يا doesn't، يا does يا doesn't مع المفرد. يعني انا جالي فعل مفرد بختار مع الفعل اللي بينتهي بايه؟ باس. ما لقيتش فعل بينتهي باس يبقى اختار يا does يا doesn't. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان كلمه does بتيجي في حاله السؤال لكن doesn't بتيجي في حاله النفي. يبقى مفرد اس does doesn't، مفرد اس does doesn't، يعني مع المفرد اختار الفعل اللي بينتهي باس، ما لقيتش يبقى يا does يا doesn't. طب الفعل الجمع او الفاعل الجمع اللي هو اي وي يو زي بختار مع الفعل فين؟ في المصدر. ما لقيتش فعل في المصدر يبقى هتختار حاجه من اتنين، يا اما هتختار كلمه دو يا اما هتختار كلمه دونت، يا دو يا دونت. يبقى الجمع بختار مع الفعل في المصدر، ما لقيتش فعل في المصدر اختار يا دو يا دونت. كلمه دو في حاله السؤال وكلمه دونت في حاله النفي، دو في حاله السؤال ودونت في حاله النفي. يبقى انا دلوقتي لو جالي فاعل جمع اختار الفعل فين؟ في المصدر. يعني ايه الفعل في المصدر؟ يعني بدون اي اضافات. دورت في الاختيارات اللي عندي ما لقيتش فعل في المصدر يبقى اختار يا دو يا دونت. طيب تعالوا نبص مع بعض اوريكم حاجه. بصوا على السؤال ده. هنا بيقول لي علي نقط جو تو ذا سكول افري داي. افري داي يبقى ده مضارع بسيط. هبص على الفاعل هلاقي اسمه ايه؟ علي. الفاعل هنا اسمه ايه يا جماعه؟ علي. ركز كده، علي وافري يبقى ده مضارع وده مفرد. المفرد بختار معاه الفاعل اللي بينتهي بحرف ايه؟ اس. بس انا هنا يا مستر ما عنديش افعال اساسا، عندي افعال مساعده. مش احنا كنا حافظينها مفرد اس ما لقيتش اس يبقى يا داز يا دازنت؟ بما ان علي مفرد يبقى هختار يا داز يا دازنت، بس انا عندي الاثنين. بس هنا فول ستوب، يعني ده نفي، لان لو كويشن مارك يبقى سؤال. بما ان هو نفي يبقى اختار كلمه دازنت. طب السؤال اللي بعديه، نقط زي ستادي انجلش
do don't does doesn't دي اسمها افعال ايه؟ مساعده. هبص على كلمه زي هنا جمع. الجمع بختار معاه يا دو يا دونت. الجمع بختار معاه يا دو يا دونت. بما ان هنا عندي كلمه study English يبقى ده سؤال عشان علامه الاستفهام، وبعيدا عن علامه الاستفهام طالما النقط قبل الفاعل، يعني طالما النقط قبل الاسم او الضمير يبقى عايز سؤال. لو النقط بعد الاسم او الضمير يبقى عايز نفي. احفظها كده، النقط قبل الاسم او الضمير يبقى سؤال حتى لو مفيش علامه استفهام. النقط قبل الاسم او الضمير سؤال، النقط بعد الاسم او الضمير يبقى نفي. يبقى قبل سؤال بعد نفي، قبل سؤال بعد نفي، قبل سؤال بعد نفي. هنا النقط قبل كلمه زي، يبقى ما ينفعش اختار دونت لان دونت بتيجي مع النفي، اختار كلمه دو عشان بتيجي مع السؤال. معلومه بقى عايز اضيفها لكم، عايز ازود لكم معلومه تانية، ركزوا معايا كده. شايفين كلمه دو ودونت داز ودازنت، الحاجات دي كلها اسمها افعال مساعده. كلمه داز ودازنت، دو ودونت دي اسمها افعال مساعده ما بتقبلش الاضافات مهما حصل ما بتقبلش الاضافات. يبقى انت لو شفت كلمه داز في السؤال او دازنت دو او دونت لازم بعديهم تختار الفعل في المصدر بدون اي اضافات حتى لو كان الفعل مفرد. داز ودازنت دو ودونت اسمهم افعال مساعده. الافعال المساعده في الانجليزي اللي هي داز ودازنت دو ودونت ما بتقبلش الاضافات حتى لو كان الفاعل مفرد. يا مستر ده انت قايل لو الفاعل مفرد اختار اس، بس لو الفاعل مفرد وجي معاه كلمه داز او دازنت انسى ان الفاعل مفرد، لازم تختار الفعل فين؟ في المصدر. ازاي؟ تعالى اوريك. بص معايا على السؤال ده. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي لينا دازنت. حد هيقول لي ده كلمه لينا مفرد يبقى اختار اس، هقول له غلط. الكلام ده لو مش موجود عندك كلمه دازنت، بس انت هنا موجود عندك كلمه ايه؟ دازنت. طالما عندك دازنت او داز انسى كلمه لينا اساسا وانسى اي حاجه في الجمله. ما تفكرش غير ان كلمه دازنت دي بتختار معاها الفعل في المصدر، ودي غلطه الناس كتير بتقع فيها. خد بالك من التريكات اللي انا بقول لك عليها. حد هيشوف كلمه لينا هيقول لك مفرد اختار اس. لا يا حبيبي، طالما عندك دازنت لغت لينا. دازنت لازم بعدها الفعل فين؟ في المصدر. اخر تريكايه بقى او اخر خدعه كده عايز افهمها لك بسهوله عشان يبقى انت عندك درايه عن زمن المضارع البسيط. في امتحان المعادله يا جماعه ممكن يجيب لك سؤال اسمه مالتي كويستشن. يعني ايه مالتي كويستشن؟ يعني ايه يا مستر كلمه مالتي كويستشن دي؟ كل الاسئله اللي فاتت اللي انتوا شفتوها دي فيها نقطه واحده. ممكن يجيب لك سؤال في الامتحان فيه اكتر من نقطه، يعني فيه نقطتين. ممكن يجيب لك سؤال في الامتحان فيه نقطتين، مالتي كويستشن، نقط في الاول ونقط في الاخر. نقط في الاول ونقط في نص الجمله كده. اتعامل ازاي مع السؤال ده؟ ركز معايا بقى واحده واحده عشان دي اخر تريكايه كده. هتتعامل ازاي؟ النقط الاولى دي في زمن المضارع البسيط 100% هتبقى يا اما كلمه دو يا اما كلمه داز. لو الفاعل مفرد اختار داز، لو الفاعل جمع اختار دو. يبقى لما تشوف سؤال في الامتحان في زمن المضارع البسيط ركز معايا. النقط الاولى يا دو يا داز. طب النقط الثانيه، مش احنا قلنا كلمه دو او داز لو جت في الجمله لازم الفعل اللي عندك يكون في المصدر، يبقى النقط الثانيه الفعل في المصدر. لو جالك سؤال مالتي كويشن هوريك دلوقتي بالمثال. النقط الاولى يا دو يا داز، طب والنقط الثانيه الفعل في المصدر يعني بدون اي اضافات. ازاي؟ تعال اوريك سؤال. بص معايا على السؤال ده، ركز معايا. سؤال فيه اكتر من نقطه، يعني مالتي كويشن، اسمه مالتي كويشن. بصوا معايا على سؤال رقم 8. دي النقط الاولى اهي ودي النقط الثانيه، وكلمه always بتدل على المضارع البسيط. يبقى انا كده اتاكدت ان انا في زمن البريزنت سيمبل، وعندي كام نقطه؟ 2. ركز معايا عشان ما تلخبطش نفسك. طالما عندك نقطتين يبقى النقط الاولى يا دو يا داز. تاني، طالما عندي نقطتين يبقى النقط الاولى يا دو يا داز على حسب السبجكت اللي هو الفاعل. الفاعل هنا ضمير اسمه هي، وهي دي مفرد. طب المفرد بياخد دو ولا داز؟ بياخد داز. يبقى الاختيار ده لا يصلح عشان انا عايز كلمه داز. دي داز ودي داز.
ما هو السؤال مش هيجي لك واضح وصريح، في المعادله بيلعب على التريكات البسيطه اللي انت حطيتها في دماغك تدخل تقفل الامتحان. طيب بص معايا، داز وداز، بس داز يجي ينفع بعدها اضافه؟ ينفع يجي بعدها اضافه؟ يعني هنا داز والفعل يوزز، يبقى ده مش مصدر، يبقى ده غلط. بصوا على داز دي بعدها يوز، ما فيهاش اي اضافات، يبقى انا خدت داز والمصدر، يبقى اختار رقم بي. اختار رقم بي. بي اهو. تاني يا جماعه، عندي هنا كام نقط؟ 2. سؤال فيه نقطتين اهو. طالما عندك سؤال فيه نقطتين في زمن المضارع البسيط زي ما قلت لك، النقطه الاولى يا دو يا داز، والنقطه الثانيه الفعل في المصدر. بما ان دي اسمها هي، يبقى انا عايز داز. داز اهي وداز اهي، بس دي معاها اضافات، وداز ما بتقبلش الاضافات، يبقى اختار داز اللي معاها الفعل فين؟ في المصدر، يعني بدون اي اضافات. هجيب لكم سؤال تاني. سؤال تاني، بصوا على السؤال ده رقم 6. بصوا على رقم 6. نقط زي always. always مضارع بسيط. كلمة always مضارع ايه؟ بسيط. بما انها مضارع بسيط، عندي كام نقط؟ 1 2 نقط في الاول ونقط في النص. يبقى النقط الاولى يا دو يا داز، يا دو يا داز. تعالوا نبص على الفاعل. الفاعل هنا ضمير اسمه زي، وزي دي جمع، يبقى انا عايز كلمة دو. يبقى انا عايز كلمة ايه؟ دو. دو اهي ودو اهي، بس دي فيها اس اضافه، يبقى ما تنفعش، لان انا عايز دو اللي معاها الفعل فين؟ في المصدر. يبقى اختار كلمه دو رايت. دو وفعل في المصدر. ودي التركه اللي بتيجي بيجيب لك سؤال فيه كام نقط؟ 2. كده يا جماعه انت خدت معايا زمن البريزنت سيمبل، وخدت فيرب تو دو. فيرب تو دو اللي هو ايه؟ اللي هو يا دونت يا دو يا دازنت يا داز. ودي كانت محاضرة عن زمن بريزنت سيمبل. اتمنى كل الناس تستفاد منها، وان شاء الله لما المعادلة تبدأ لنا فيديوهات كتير قوي مع بعض بإذن الله. سلام.